طب يعني بصوا يا جماعة، الناس دايما تقعد تقولي ما تبينيش ان انت الجاست تعرفيهم كده، بس انا النهارده مش هعرف عشان النهارده معايا حد. يعني والله يعني لو فضلت اتكلم ممكن اقول حاجات كتير قوي، بس يعني انا ممكن اقول عليها حاجة واحدة كانت دايما موجودة ودايما بتخليني the best version of myself. النهارده معايا سلمى غزاوي، صاحبتي واختي وعيلتي واهلي وكل الناس. انا ممكن اعيط اصلا واروح خلاص، يعني شكرا باي يا جماعه. نقفل هنا. شكرا. ايه يعني ده؟ ايه يا سلومة. اتأثرت جدا. وانا طيب. شكرا جدا يا هنوش على الانترو الفظيعة دي. لا هعيط بس والله بجد I meant every word ومش بقولك كتير، بس يعني دايما دايما في ظهري يا رب يعني. دايما ولو والله. لو دايما بفكر في حد فانتي دايما في ظهري يا بجد. رب على طول. I'm very grateful for you. مبسوطة جدا بقى ان احنا النهارده بنعمل حاجة مع بعض، شغل ايوه بقى. شغل اخيرا. بقى، القعدة أصلا يعني ويرد اللي هو يا جماعة امشوا لو سمحتوا. احنا قاعدين مع بعض هنا أنا وهانيا، يعني في حاجات كتير قوي أصلا ما ينفعش حد يسمعها. لو ما انت النهارده جايه تقولي حاجات محدش محدش سمعها محدش قبل كده سمعها. عشان خاطر طيب بس الشفتات. هنبدأ بقى بأول حاجة كل الناس اللي بتيجي هنا بتبدأ بيها. لو هتوصفي نفسك في كلمة واحدة هتكون ايه؟ مم. أم... I think determined. حلو قوي. ليه أه، اخترت الكلمة دي؟ ده الموتو بتاع حياتي عامة. اللي هو حاسة اتحدى العالم كله. لا بس دي دي الحقيقة فعلا. يعني أنا دي حقيقة. أي حاجة ببقى عايزة أعملها قوي دايما بيبقى أكيد هعطل، يعني أكيد في حاجة هتعطلها، أكيد في حد هيوقفها، أكيد في كده. ف ال determination that I have بقى is what makes me do it. ايوه لا عشان الصراحة. انا برضو ما عنديش option of not doing. خلاص مادام بقرر ان انا هعمل حاجة يا خلاص يعني. اه you hold yourself accountable لحد ما توصلي للي انت هنجيب فيه. اخرها، يعني هنجيب اخرها. طيب احنا النهارده هنتكلم في شيفتس كتير قوي قوي، مم. بس هيبقى في one highlighted shift انت عمرك ما اتكلمتي عنه قبل كده، او اتكلمتي بس مش بالتفاصيل اللي انت النهارده هتحكي عنها. صح. بس خلينا نرجع بقى كده كذا خطوة لورا. انت اصلا بتعشقي الرياضة مم. علشان من day one انت بتلعبي رياضة. احكي لنا بقى عن الفترة دي في حياتك. بداية حياتي كانت تنس. اوكي. والتنس مع مع النادي اللي انا كنت فيه، كنت في نادي سماش، فكان اللي هو small community قوي. كل الناس بتحب بعض قوي، كل الناس عايزة تبقى أبطال قوي، كلنا عايزين نبقى شربوفا، كلنا عايزين نبقى نادال. يعني كان الفايب كده. فكان حتى لو انا ما كنتش اجمد واحده خالص في الرياضه، انا كان عندي دايما احلام اوف ان انا ابقى بكسب تشامبيونز في وتشامبيونشيبس، المشوار ده ايوه. وهروح بقى مع بابايا رولان جاروس وينط لي وانط له في الستيج والحاجات دي. نعمل عارفه اللي هو الاحلام دي كلها. احلام كتيره قوي. بس يعني كنت دايما عندي talent of الرياضه and it was passion قوي قوي. بس انا ما كنتش هانيا مورو في السباحه خالص. كنت سلمى. ابعد حاجه من هانيا مورو في السباحه في التنس يعني. بس بس ده ما خلاكيش ان انت توقفي، كنت دايما لا لا، حابة اللعبة هي كنت بحبها جدا 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 جدا. وكنت عندي امل عامه يعني في المطلق، او انا كنت بحس ان انا ستايلي روش قوي، فانا اكيد هوصل لحاجه بالستايل، يعني مش مهم الاداء. عارفة يا سلمى اكتر حاجة بحبها فيكي ايه؟ ان انت you are yourself's biggest fan. يعني اه طبعا. بحس فاهمة. طبعا. طبعا. اه طبعا. اللي هو لا والله بجد، يعني ايوه انا كنت بحس ان شايفه. ده اصلا سبب ما شاء الله من سبب نجاحك يعني ما يعني شاء الله. يعني you have to hype yourself طبعا برضو. 100%. وحاسه وانا صغيره يعني كانش عندي اي حاجه تخليني اجمد واحده يعني. ايوه ولا ان انا كنت اكتر حد مثلا بيحط مجهود في التمرين، ولا اكتر حد متمالك اعصابه مثلا، ولا اي اكتر حد معاه ريسورسز مثلا خالص. يعني هو كان منظر اكتر. بابايا كان بيحب قوي يسافر، كان حبيبي بدأ يسافر بره مصر للشغل وكده، فكان بيجيب لي الطقم بتاع شربوفة هو على بعضيه، بالعراقات بالشرابات بكده. بس هو طقم في السنة، ونقعد بقى ايه، ابقى روش واحده لمده سنه لحد ما يجيلي الطقم اللي بعديه. بس يعني احنا كان هو ده الموضوع. بس اوكي. انا ما كانش عندي ال resources اني ابقى هو ده الحياه. واهلي ما كانوش، يعني ما كانتش دي الفكره. هي كانت اكتر الرياضه حاجه اللي هي احنا متربيين عليها قوي، انها جزء لا يتجزأ من الحياه، وان هي الحاجه اللي بتخلينا بني ادمين كويسين عامه. صح. وبعد كده بقى حصل اللي هو التنس، بعد كده دخلتي الجامعة. دخلت الجامعه، انا قررت بقى ان انا ايه،
هاسيب الرياضة وهاركّز في طِب، أوكي. عشان أنا كنت شاطرة أوي في الbiology وكده، فأنا عايزة أبقى طِب. وبعدين أهلي قالوا لي روحي طِب أسنان عشان طِب بشري مُتعب وكده، فالصراحة وافقت، اقتنعتِ. فرُحت طِب أسنان. ماشي، ده كان بقى البداية، اللي هو أنا خلاص خلّصت رياضة، دخلت في الshift بتاع إن أنا عندي career عارفاه، شايفاه، طِب أسنان، هاخلّص، هاشتغل دكتورة أسنان وأعمل عيادتي الplan دي كلّها. اتخرّجتِ من الجامعة، الplan دي اتبخّرت، ليه؟ والله أنا هارجع خطوة كمان لورا، أنا قبل ما أتخرّج من الجامعة الplan دي اتبخّرت، لإن أنا الأسنان يعني اكتشفت إن حد عشان يشتغل في الأسنان هو لازم يبقى بيعشق السنان، يعني أوكي. لازم تبقي بتشوفي السنان تقولي الله، أنا باحب أوي عشان الموضوع. عشان تتقبّلي تقعدي في بُق بني آدم، ما أنتِ برضه مش متخيّلة الPOV بتاع دكتور السنان عنيف جدًا يعني. ف فطبعًا في الجامعة اكتشفت إن هي حاجة مش هاقدر أعملها خالص. وكان ساعتها بقى أنا كان عندي أصلًا مشكلة مع في عيلتي وكده، فكنت عايزة اللي هو حاجة برّه الجامعة تلهيني. أوكي. فساعتها صاحبتي بقى قالت لي تعالي نروح نتمرّن، وفي مكان في قطامية هايتس اسمه بيفيت ويالّا نروح نتمرّن ونجرّب وبتاع، إحنا أصلًا كنا عايشين في عرابي. أوكي. ف ركبنا العربية مع بعض وسُقنا ورُحنا واتبسطنا أوي، وحصل بقى الحُب للرياضة تاني بشكل جديد. أيوه. ده كان يعني كان خلاص التنس الchapter ده خلص من حياتِك، آه، وبدأتِ بقى الجامعة، وقررتِ في يوم إن أنتِ عايزة تلعبي رياضة لرياضة، فرُحتِ بالضبط. بيفِت. ده كان في تانية جامعة، يعني كنت لسه يعني في أول الجامعة خالص. إمم. و the passion بقى got reignited أوي هناك، اللي هو أوكي. إيه ده! أنا ممكن ألعب رياضة وأبقى مبسوطة فيها أوي، ومش لازم أبقى في pressure اللي هو أنا في بطولة. بطولات وكده، خلاص يعني الموضوع ده راح. فبدأت بقى طبعًا سلمى اللي هي بتمسك الحاجة تطلّع آخرها خالص، كنت باروح كل يوم وباتمرّن كل يوم. ومن من آآ اللحظة دي حياتِك اتغيّرت. حياتي اتغيّرت 100% طبعًا. because ده shift حصل، اللي هو في أول shift بجد بقى، اللي هو إيه ده، إحنا ممكن نبقى بنعمل حاجة في الرياضة وبنحبها، مش لازم نعمل الحاجة اللي مش بطولات. بنحبها في الجامعة، ومش لازم نعمل حاجة يعني مضطرين نعملها. إحنا إيه ده، إحنا ممكن نروح enjoy حاجة فعلًا إحنا كنا بنحب نعملها بس بشكل مختلف. أوكي. آمم، ف فطبعًا في تانية قررت إن إيه ده، أنا أصلًا الأسنان دي هاخلّصها كده يعني. كمّلتِ في أسنان كمّلت. وخلّصتِ واتخرّجتِ وكل حاجة، بس أنتِ من جواكِ أنتِ عارفة خلاص أنتِ عايزة تعملي إيه. طبعًا. الصيف ده أنا بدأت أصلًا shadowing and I started coaching بعدها على طول، وخدت certifications طب وكنت وإيه ما كان بين الجم الدافع؟ يعني إيه كان الدافع إن أنا هابقى يعني personal trainer وده اللي أنا عايزة أعمله؟ إيه اللحظة اللي خلّتِك تحسّي إن أنا مش بس هاتمرّن، أنا كمان هاشتغل في المجال ده؟ آمم، يعني it was more of me finding out that I'm talented في حاجة أوي. أوكي. and I think برضه الرياضيين بيحبّوا يحسّوا إن هُم أنا جامد في الموضوع ده، أنا جامد. أنا هنا أول ما اللي هو مسيطر. سلمى أنتِ شكلِك هتبقي جامدة في الموضوع ده، طَب يالّا ابقى جامدة بقى. أنا شكلي مش هيبقى لسه شكلي، أنا هابقى جامدة على طول. ف فحسّيتِ إن في الوقت ده، ده اللي أنتِ عايزة تعمليه، يعني جواكِ كده حاجة بتقول لِك 100%. هو ده الcalling اللي عندِك، إن أنتِ ده الطريق اللي أنتِ عايزة تمشي فيه. أوكي. 100% آه. أوكي، احكي لي بقى بيفِت غيّر حياتِك إزاي؟ بيفت كان في وقت جميل أوي، أوي، أوي. في الأول بالذات كانت الcommunity كل الناس عارفة بعض. كنا كلنا بنتمرّن مع بعض، كان في اللي هو حماسة أصلًا نفس الحماسة اللي جات لي بتاعة اللي هو إيه ده ممكن أتمرّن عادي ده، كانت عند الشعب المصري كلّه، فكنا كلنا اللي هو بنروح بجد بحماس وexcitement أوكي. وكلّه عايز يتمرّن مع بعض. ف حصل option اللي هو يبقى في community برّه الشغل والجامعة، وإن أنت يبقى عندك صحاب ناس تانية وinterested في الhealth وإيه أصلًا الصحة، طب إيه ده في dieting وفي nutrition وفي عالم أصلًا موازي. ف this was the entry of اللي هو الcommunities الhealth communities بقى، اللي هي الحمد لله دلوقتي كبيرة أوي، وكلنا عندنا businesses وعرفنا نكبّرها أوي، أوي، عشان هي بقت ever growing يعني كمان يعني لأ، باحس أصلًا إن ال الfitness industry في مصر was shifted completely بسبب الناس اللي زيِّك، إمم. إن إحنا we built a community زي ما كنتِ بتقولي، صح، إن ده بقى الlifestyle بتاع الناس، ما بقِتش حاجة اللي هو أنا باتمرّن علشان بس أكون باتمرّن، صح، أنا باتمرّن عشان أbelong، علشان ده المكان اللي أنا فيه جزء تاني من عيلتي. صح. حاسة إن ده الconcept اللي أنتِ
عملتيه في حياتِك بعد كده وهنوصل يعني هنوصل أيوه للthird home. أيوه ماشي. BFIT أنتِ بدأتِ في 2016 بدأت في 2015 آخر أوكي، 2015. وكنتِ coach يعني بدأتِ كنتِ as an athlete وبعد كده كنتِ coach. Yes. throughout بقى ال3 سنين دول حياتِك كانت في حتّة واحدة، بتعملي نفس الحاجة، مبسوطة جدًا، حاسة إن this is where you belong. إمم. سنة 2019 حصل لِك shift غيّر حياتِك للأبد، إمم. الshift اللي أنتِ ما بتتكلميش عليه خالص. إمم. احكي لنا عن الshift ده. هbuild up بسرعة عشان نوصل للshift ده. my coaching career كانت طايرة في الوقت ده اللي هم ال3 سنين دول. منها إن كان there is a lot of attention, a lot of new things happening, a lot of إيه ده الناس دي بتعمل إيه، إيه ده في أصلًا الموضوع ده، فكان الattention كبير أوي and the room for growth was very big. كان عندنا أوكي. مساحة نكبر أوي، 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 وI think كلنا عرفنا نستفيد بالوقت ده يعني. عرفنا إحنا كلنا نكبر في الوقت ده. وأنا كنت very lucky to be one of the first people اللي كانوا they're driving الموضوع. out of this كان برضه في حاجات كتير بنعملها، أو أنا يعني هاتكلم عن نفسي trial and error شوية. we كنتِ were صغيرة برضه. كنت صغيرة أوي. أنا أيوه. بدأت وأنا عندي 18 سنة. أيوه، صغيرة جدًا. a lot of things that were coming up كنا بنجربها. dieting بقى منهم الكيتو، يلا كلنا نعمل كيتو. مش هناكل كاربز، يلا كلنا مش هناكل كاربز. كده كانت كل ترند بنجربه على نفسنا. كان في مش فاكرة هتفتكريهم ولا لأ، كان في detox bundles كده بنشتريهم من حتت وتقعدي 3 أيام تاكلي شوربة وحاجات. أنا كنت busy swimming. الحمد لله that you were كنتِ متعلمة صح. كنتِ ساعتها في الجامعة أنتِ في أمريكا وإيه، وإحنا هنا busy بناكل swimming. تراب. detox بقى دول إيه كانوا كارثة. فكان أي trend أي حاجة بنركب عليها ونجربها. إمم. وطبعًا كان في حاجات that you learn by time and we learned برضه by experience كلنا. إن اللي هو مثلًا كان في الأول أي حد هييجي لك تمرّنه هتعمل له diet 1200 كالوري عشان يخس وعشان ما أعرفش مش إيه. كل حد زي التاني أصلًا. فهي ده بقى اتعلمناه لمّا كبرت. دلوقتي بقى كل الناس بقت mindful وintuitive وكل الكلام كل الجميل ده. الحاجات الدنيا دي. اتغيّرت خالص. بس اللي كان موجود بقى في الأول خَد الجزء الوِحِش، يعني خَد أيوه. الجزء I'm not gonna say وِحِش بس I will say كان تجارب more or less يعني بس باحس إن ده اللي خلّاكم أنتم الناس اللي في الأول that's why أنتم لحد النهارده you stand out، عشان أنتم بدأتوها من يعني زي ما بيقولوا من تحت أوي، فشُفتوا الموضوع كلّه بتاع الindustry، فعرفتوا إيه اللي تمام وإيه اللي خلاص ده we cancel out يعني. فباحس إن برضه على قد ده ما كان وقت صعب، على قد ما ساعدكم أوي النهارده إن أنتم تبقوا في الحتّة اللي أنتم فيها. طبعًا. يعني I remember أصلًا stepping into the gym أول مرّة. كان بقى لنا خلاص كذا سَنة بنcoach اللي هو group sessions وكده، فما بدأناش في الgym يعني برضه. فدي كانت حاجة لذيذة إن هو you learned إن الfitness can happen بأي شكل. ممكن ناس كتير تبقى متجمّعة ومش لازم يبقى في اللي هو اللي هو أنا باتمرّن لوحدي أو باتمرّن مع PT أو كده. it was more of how do we make this bigger. بس بيها بقى أنا كنت باعمل غلطات كتير مع الناس وغلطات كتير مع نفسي which is اللي هو dieting إزاي بapproach it. إزاي باخلّي عشان أجيب results مع الناس what do I make them go through عشان يخسّوا and so on. building up to 2019 بقى I was in my not in the best shape physically. I was very athletic. كنت باتمرّن جامد أوي، كنت باكل جامد أوي، كنت اللي هو CrossFit بقى كان ساعتها مُدمِّر بقى ويالّا نعمل كل حاجة وكده. I looking like a CrossFit athlete اللي هو كل الناس عارفة اللي هو بيبلّقوا in the sense of الكلام اللي هو الناس كانوا ساعتها اللي هو الكلمة دي كانت اللي هو بدأت تبقى رائجة شوية. آه. بس ده بسبب إن حد بيعمل لجسمه stimulus عالي أوي، أوي في التمرين بياكل عشان يعيش. بالضبط. فالجسم بيrespond بشكل مختلف عن لو أنا مش باعمل كده. عشان بس ما كانش في awareness أوي ساعتها في الكلام وبنقول إيه وكده. فبدأ ييجي لي comments of آمم حد مثلًا هييجي يتمرّن معايا، أنا عاجبني رجليكِ بس مثلًا إيه، مش عايزة بقى أبقى كده أوي من فوق. عارفة فبدأ يتقال جُمل that I would ها 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 at that point. بس عارفة إنها بتget engraved في دماغي كده، عارفة اللي هو بتلزق.
شوية شوية comment تاني هييجي لي على رايحة مثلًا فرح وباحاول أقفل الفستان، بس الفستان ما بيقفلش في الحتة اللي هي عند اللاتس من فوق مثلًا، فاللي هو this is something gets engraved فكل شوية بدأت بقى علاقتِك بجسمِك ما تبقاش العلاقة الصحية اللي بالضبط. بين نَفْسِك وبين جسمِك. بدأت أصلًا آخُد بالي إن هو إيه ده، هو أنا أصلًا شكلي مش حلو؟ طَب هو أنا أصلًا ممكن أحسِّن من شكلي؟ فساعتها career wise I was doing great الحمد لله and I was very focused I was بامرّن ناس كتير أوي وكده، بس internally بدأت علاقتي مع نَفْسي ما تبقاش as flourishing and as great and as happy فبدأت أشوف نَفْسي اللي هو طيب أنا عايزة أتمرّن جامد أوي كده، بس أنا بقى عايزة أخِس 10 كيلو، عشان أنا داخلة على ال70 كيلو وأنا مكتوب الideal على جوجل 60. والأفكار دي هي اللي وصّلتِك للحتّة اللي أنتِ هتوصلي لها دلوقتي، الحتّة الوحشة أوي اللي أنتِ وصلتِ فيها مع نَفْسِك. بالضبط. أنا الموضوع ده بدأ إن أنا طيب أنا هاخِس إزاي I'm gonna restrict عشان ده الحاجة اللي أنا عارفاها وباقولها للناس which was not the best thing. فاللي هو بدأت أrestrict كتير أوي، أوي، أوي. restrict إن أنتِ ما تاكليش. بدأت آكل قليل جدًا عن اللي أنا أبقى محتاجاه. mind you this was أنا كنت في 5 جامعة، فأنا كنت باشتغل يعني من جامعتي من 08:30 ل16:30 باخلّص باروح شغلي الساعة 17:00 باشتغل من 17:00 ل21:00 كنت مثلًا في اليوم ده كله باكل مثلًا 1000 كالوري. طب عندي سؤال، في الوقت ده كنتِ عارفة إن في حاجة غلط والّا كنتِ بتتعاملي عادي؟ خالص، كنت باتعامل عادي. ده أول 2019 أوكي. where I was developing the problem of understanding إن أنا شكلي مش عاجبني، فأنا باعمل حاجة towards it اللي ماشي. هي بس أنا باخس وده كان دلوقتي. أول طريق إن أنتِ تبدئي تمشي في طريق الeating disorder. صح. ماشي. هو الeating disorder مش بتعرفي إن أنتِ عندِك eating disorder على طول. أنا قعدت شوية I'm developing it. في الأول بياخد كذا شكل هو، يعني هو الeating yes. disorder ده ممكن يبدأ بفكرة صح. اللي هي disordered behavior أصلًا. صح. اللي هو أنا بس بقى عندي behavior غريب مع نفسي، إن أنا ما بقيتش باكل بنفس الكمية اللي أنا أو أصلًا بقيت مركّزة أوي في الأكل اللي أنا باكله. فthis was the phase number 1 اللي هو I started restrict. I عندِك restricted disordered في الhabits بتاعتِك، الhabits بالضبط. بتاعتِك are not in order، فأنتِ ماشية على habits مش صحية، بس أنتِ متخيلة إن ده اللي هيبقى كويس ليكِ في الوقت ده. بالضبط. أنتِ مش بتبقي شايفة ساعتها غير إن أنا باعمل حاجة كويسة لنفسي، أنا باخس which is هيخلّيني شكلي أحلى. الrestriction بقى was the first part. قعدت أrestrict كتير أوي لحد ما I started بقى understanding إن أنا بrestrict لدرجة إن أنا لو في يوم خارجة مع صحابي وهابوّظ I have to التبويظة اللي أنا عملتها دي I have to reverse it somehow. لازم اللي هو لو أنا هابوّظ يبقى لازم أعوّض التبويظة دي بتمرينة، مثلًا. ما ينفعش إن أنا أتبسط، خلاص آه. أنا لو هاكل يبقى أنا لازم أحرق الحاجة اللي أنا أكلتها. بالضبط. يبقى في بقى اللي هو أصلًا بتربطي حاجات ببعض مش المفروض تربطيها يعني. لأ وtoo much thinking. لأ هو endless thinking. هو أيوه. أصلًا الحياة لسه بتبقى كنت هاقول لِك شغالة ودماغك على طول، في الأكل، على طول. في الnext meal. yes and this is أصلًا what I usually tell people لمّا حد بيتكلم معايا في موضوع، اللي هو لو بدأت دماغك تبقى بتفكر في الموضوع وأنت بتعمل حاجة تانية، اعرف إن عارفة أنت وصلت. في مشكلة. بس because this is sometimes ممكن نلحقها من بدري، مش نوصل للstage 3 ونبقى اللي هو الدنيا اتدمرت، بس اللي هو أول ما you think أنا عندي disordered thinking of أنا مثلًا باشتغل وعمّالة أفكّر أنا هاكل إيه كمان ساعة، طَب أنا هاتغدى ده، لأ، طَب ما أنا لو هاطلب ده ما أعرفش إيه، طَب ده أنا كده هابقى كلت protein، طَب أنا ما تشتغل، لسه الأكل كمان ساعة، صح. أو ما يعني أي حد تاني هيبقى اللي هو يا جماعة أنا جعان، يالّا هاكل. يالّا هاطلب أكل، تك، تك، خلص الموضوع. فonce you see إن this is the way you're thinking about food اللي هو الأكل بقى مستحيز فكر كبير أوي and you're moving on with your life regardless، this is when you know إن there's problem هنا. يعني قعدتِ 6 شهور بتتعاملي عادي بس أنتِ مش عارفة إن في مشكلة، إمتى بقى اللحظة اللي حسيتِ إن هو أنا علاقتي بجسمي دي مش طبيعية وعلاقتي بالأكل مش طبيعية؟ عرفت بقى إن في مشكلة كبيرة أوي بتحصل لمّا بدأت أخُش في phase 2 اللي هي mainly بتبقى purging. الpurging بيحصل بكذا طريقة بقى، ممكن حد يبقى عايز يتمرّن كتير أوي، ممكن حد ياكل كتير أوي بعدين يخُش يرجّع، بتبقي بتفكّري اللي هو إزاي أreverse اللي أنا عملته ده. أوكي. الpurging بتبقى phase كبيرة أوي where still you might not know أنا
اعمل ايه يعني؟ هو هي انا probably purging ده الفترة اللي بيحصل فيها الdenial أو إن أنا مش هاعترف بالمشكلة. صح، أوكي. وبتبقي عارفة إن في مشكلة، بس يعني مش عارفة إن في حل دلوقتي، لإن أنا مش باعمل حاجة غريبة per se، مع إنِّك لو شُفتِ نَفْسِك من برّه هتلاقي يعني إن الhabits مرعبة. هتلاقي اللي هو ثانية واحدة إحنا محتاجين نحل المشكلة دي حالًا، بس أوكي. للأسف because ما فيش awareness enough of الموضوع ده، ممكن حد يبقى بيgo through this phase ويقعد سنين من غير ما يبقى عارف إن هو لازم يحلّها. دلوقتي سلمى قعدت بقى في phase 2 دي قد إيه؟ قعدتِ في الpurging ده قد إيه؟ قعدت 6 شهور. أنا I was يعني I think كنت reached a part where I was completely bulimic، يعني كنت باكل كل يوم، ببنج كل يوم، ببيرج كل يوم، بانهيار عصبي، بس في نفس الوقت كانت حياتي بقى on the other side. لسه عايزة أقول لِك ما حدش كان شايف بقى إن في مشكلة. لأ إيه ده؟ ده perfect life، أوكي. دي أكيد أكتر واحدة مبسوطة في الحياة، ده بقى شغل وخروجات وسفريات وجامعة تحفة وصغيرة وناجحة وsuccessful وعاملة اللي كل اللي رعب، هي رعب. عايزاه، كنتِ طايرة. من برّه picture perfect، من جوّه عارفة من برّه هالّا هالّا، ومن جوّه يعلم الله بجد. طب كان في حد عارف إن أنتِ بتمُرّي بده؟ حد كان عارف إن أنتِ عندِك eating disorder وماشية في الطريق ده؟ بُصّي طبعًا one part لمّا مامتي سمعتني في البيت، عرفت إن أنا عندي habits غريبة، عرفت إن أنا باعمل حاجات غريبة، كان أهلي اللي هو كل شوية اللي هو إيه ده، يا الأكل ده راح فين، الشوكولاتة دي مش عارفة إيه، هُم عرفوا إن في حاجة، بس برضه ما كانش في awareness أوي of هو إيه ده وإزاي نساعد، طب إزاي فكان اللي هو ممكن مثلًا comments اللي هو أنتِ ليه بتعملي كده في نَفْسِك مثلًا، والله ما أنا مش عارفة أنا ليه أيوه، أيوه. أنا نِفْسي أعرف أنا ليه باعمل أوكي. كده في نَفْسي. بس ما كانش في حد بتروحي تقولي له أنا باعمل habit of 1، 2، 3؟ لأ it's really hard to طبعًا. admit it، يعني صعب صعب. it's the hardest part أصلًا، عشان كده الموضوع ده مشكلته إن هو silent أوي، ورائج أكتر بكتير أوي مما إحنا فاكرين، عشان هو كل حد بيfight الbattle دي لوحده. ما أنا لسه كنت هاقول لِك، يعني أنا حتى كاتبة هنا، يعني كان في حد معاكِ في الرحلة دي والّا كانت رحلة فردية تمامًا؟ هي كانت رحلة فردية تمامًا، at some point عرفت إن في حد من صحابي أوي القريبين أوي ساعتها كان بيgo أيوه. through the same thing، بس ما كناش حتى إحنا بنتكلم فيها مع بعض مش يعني. بتadmit لبعض، بس كل حد فيكم شايف الhabits شبه بعض شوية. كنا بنخبي على بعض كمان somehow يعني، فالموضوع ده عشان it's very shameful، لسه كنت هاقول فأنتِ لِك كان في بتبقي طبعًا shame مع الموضوع. بالضبط، فبتبقي عايزة تخبّيه as much as you can يعني. أنا فضلت بقى أبيك الموضوع ده 6 شهور كده لحد ما جات الكورونا، وقعدنا في البيت I was for the first time اللي هو قاعدة مع نفسي من أول مرّة من 5 سنين مثلًا، واللي هو مش باعمل أي حاجة، اللي هو أنتِ في 5 سنين أنتِ on a pedestal بتعملي كل حاجة، مش بتجري في كل باوقّف. حتة، بتشتغلي، بتتمرّني، بتروحي الجامعة، تخرجي، ما فيش بالضبط. وقت كده أنتِ قاعدة فيه مع نفسِك أصلًا تواجهي المشكلة. ده كان أول مرّة أقعد في أوضتي، أنا فاكرة كويس أوي، واللي هو صوت صرصور الحقل بقى، اللي هو what now. وكنتِ ما برضه حاسة يا سلمى إن أنتِ ال الdistractions اللي كانت حواليكِ إمم. كانت مساعداكِ أوي تهربي من الاعتراف بالمشكلة اللي كانت عندِك. صح. فلمّا خلاص بقى الdistractions دي وقفت، واجهتِ الموضوع، إزاي قررتِ تواجهيه؟ إيه اللحظة اللي قُلتِ فيها أنا هاواجه المرض اللي عندي وأبدأ أshift الmindset بتاعتي وأتعالج؟ أنا one of my episodes يعني which was very close للCovid، كان almost من كتر ما أنا تعبت كنت حاسة إن قلبي هيوقف. فthis was the first time اللي أنا عرفت يعني هي eating disorders are deadly، في ناس بتموت منها، في ناس بتخش مستشفيات منها، في ناس بتgo through حاجات كتيرة أوي من غير ما حد يعرف، وساعات الناس بتكتشف متأخر أوي اللي هو ده ليه حصل فيه كده، أصل كان عنده ما أعرفش إيه، اللي هو إيه يا جماعة. ف one time I felt like خلاص أنا this is getting out of hand، أنا بيحصل لي حاجة، it was the time that I had to stop myself. خلاص أنا سلمى بتحل مشاكلها وعارفة مشاكلها فين، وعارفة إن أنا طب ما أنتِ بتساعدي الناس كلها وبتحلي مشاكل الناس كلها، I started أصلًا being so much kinder مع my clients، مع الطريقة اللي أنا باتكلم فيها مع الناس تانية قبل ما معايا، عشان اللي هو بارفلكت بقى اللي هو بسرعة لازم ألحق ألم المشاكل دي، ما حدش يحصل له كده، ركزوا يا جماعة. and I was even I remember في 2019 بدأت حتى أقول للناس
خلّوا بالكم من كذا، 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 قبل كذا حتى ما تتعالجي من الموضوع. وأنا فيه. أيوه. عشان I realized إن my impact can be negative مش positive. فدي كانت أصلًا مشكلة بالنسبة identity لِك crisis اللي هو ثانية واحدة إحنا بنعمل كل طب حاجة يا غلط. ابني. يعني this was a big part يعني. بعدين لمّا قعدت بقى في COVID لوحدي this was خلاص أنا سلمى، أنا لازم أحل المشكلة دي I have to figure it out. I started researching a lot. إيه الخطوات اللي خدتيها إن أنتِ تبدئي تتعالجي من الeating disorder اللي عندِك؟ I reached out لحد psychiatrist online. ساعتها كان كل حاجة Zoom وكده، وما استريحتش أوي في الكلام في الموضوع ساعتها. which is ده المفروض الطريق. يعني أنا أي حد بييجي لي أو باعرف أو كده عنده باconnect them على طول ب the right حد متخصص. doctor أيوه. to fix الissues دي because it has to be through medical help. هي ما بتحصلش كده بسهولة. بس أنا عشان أنا كنت determined إن أنا I'll do it myself. أنا it took me a lot of time. بتعشقي الone man show. باعشق والله علي يعني علي جوزي بقى كان عنده لأ إحنا هنوصل a لعلي. big part of ده، لأن أنا كنت لسه متعرفة عليه. أيوه. وكان هو بيتكلم على الmental health عايزين نعمل حاجة ليها علاقة بالmental health والناس كلها تعبانة وكده. وأنا اللي هو أنا عندي مشكلة mental عرفتِ كبيرة تقولي أوي. له، عرفتِ تواجهيه I did. وأنتِ لسه متعرفة عليه. كان بقى لنا كذا شهر يعني. أيوه، بس أيوه. بس I did actually face it لأن هو كان safe space أوي. safe space أوي. كان بداية إن أنا ممكن آكل بعد الساعة 21:00 بالليل. علي أيوه. عايز يتعشى فهنخرج ونتعشى، وأنا اللي هو إيه ده، وممكن نتعشى بعد الساعة 21:00 بالليل وآكل مكرونة وأبقى أوكي. this was one of the shifts يعني إن أنا أصلًا أ أ أب أبطّل أبقى negative أوي عشان في حد في حياتي that I'm enjoying doing this with. فبدأت برضه أبقى بالين عليه شوية في الحتّة بتاعة اللي هو it's okay. وعلي كان رفيّع أوي، أوي، أوي ساعتها. هو لسه رفيّع بس كان أرفع من كده كمان. أيوه. فكان اللي هو أنا أصلًا عايزاه بقى ياكل ويتمرّن كده وعاجبني فيالّا شوية عضلات حط كده بتاع. الimpact بتاعه. فهتاكل، أنت عايز تاكل يالّا ناكل. بس كده؟ يعني هو بقى جاي من الحتّة اللي هو أصلًا ممكن يقعد 3 أيام ما بياكلش أصلًا عادي يعني. وأنا اللي هو أنت عايش أكل أنت يالّا. أوكي. فأول حاجة إن أنتِ researched حد متخصص، اتكلمتِ مع حد فاهم في الموضوع، ما ارتحتيش أوي. علي ظهر في حياتِك، فكنتِ مرتاحة له أوي إن أنتِ open up معاه في الموضوع، وصالحِك شوية على علاقتِك بالأكل. وأنتِ بدأتِ تبقي aware، يعني بدأتِ تبقي aware إن في مشكلة. يعني عايزين بس نقول الخطوات عشان لو حد بيسمعنا بيمُر بحاجة شبه كده هو لو أي حد نساعده. بيسمعنا medical assistance is the number one. أيوه. عشان الدكتور هيساعد يحط الخطوات بقى اللي هو صح. إحنا I was journaling. أنا بقى جبتها خطوات لوحدي. أيوه، بس ما أنا باقول لِك هي أنتِ you did it on your this own is not بس يعني. طبعًا the easy way أيوه. يعني ولا it's really hard. أنا باقول للناس eating disorder is the worst type of addiction. صح. ليه؟ عشان if you're addicted to a drug you can live without it. But if your addiction is food, this is what is keeping you alive. يا لهوي يا سلمى I So never thought of it. you cannot live without the drug. فأنت you will have to live with it and you will have to figure it out عشان ما ينفعش تعيش من غيره. it's the worst kind of addiction. It's the hardest and I think ناس كتيرة أوي، 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 أوي ما بتبقاش aware of حجم الموضوع غير لمّا بيبقى مش هاقول too late بس بيبقوا too deep into it. When you're too deep into it, it's so hard to get out of. Okay. So there's always a way. يعني There's بس always a way. بس الأحسن إن إحنا نrealize it early on. Of course. عشان there's no 100% recovery. يعني أنا لسه لحد دلوقتي باقول I'm in recovery. صح. عشان ما أنا الأكل حواليّا على طول، فبرضه هابُص له بصّة كده، هاخد بالي ما أعرفش إيه. طبعًا. مرّة هابوّظ أوي، هاحس شوية guilt. يعني أنا 5 years later and I still have the thoughts. بس it's the level of awareness بقى عالي أوي دلوقتي الحمد لله. إن مستحيل يحصل كده تاني. أيوه. فهي بس because of يعني you can be so deep into it وبجد ما تبقيش عارفة أعمل إيه. هي دي المشكلة. medical assistance number one. الدكتور بقى هيخلّيك تعمل journaling when you have the disorder thought. إيه اللي يحصل، فبنكتب أنا حاسس بإيه. هيغيّر علاقتك بالأكل، يعني باحس إن دي بتبقى بالضبط. أهم حاجة في رحلة التعافي، إن إحنا
إحنا دلوقتي عندنا علاقة مع الأكل مش صحية تمامًا، إمم. هنبدأ بقى نمشي في مشوار إن أنا أوصل إن أنا علاقتي بالأكل تبقى علاقتي بجسمي وبالأكل تبقى صحية وطبيعية، ما صح، يبقاش فيها أي disordered behavior. صح. طب ماشي، عندي سؤال، إمم. إيه أصعب تحدي واجهتيه وأنتِ في رحلة التعافي من الeating disorder؟ not giving up on it يعني ساعات كتيرة أوي كانت بتيجي الفكرة بتاعة اللي هو طب ما يعني ما أنتِ خلاص بقى يعني just keep doing it وخلاص. إيه ده؟ ما أنتِ هتتخني تاني. طب وإزاي إيه ده؟ كنتِ بتطلّعي نفسِك من الحتة دي؟ مجهود ابن لذينة. والله يعني it takes a lot of self talk اللي هو سلمى لأ، 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 إحنا قررنا إن إحنا مش هنعمل كده خلاص. الdetermination اللي قُلتِ عليه في الأول. determination بقى رهيب بقى بس it's never linear recovery في لسه الحتة كنت دي. هاقول أصلًا كانت باينة was رحلة التعافي دي خط مستقيم؟ لا، لأ، هي أكتر roller coaster ممكن يحصل للبني آدم، لإن هي مستحيل، مستحيل تبقى خط مستقيم، لإن هو في يوم هيعدّي كويس فتقولي إيه ده الله! اليوم ده عدّى كويس، بُكرة episode جاي. كده يعني أول ما بتحسّي إن أنا بقيت كبيرة على الموضوع the next day you fall on your face. بس there are a lot of ways where you understand إن مش معناه إن أنا حصل لي مثلًا episode بعد 3، 4 أيام من ما أنا كنت ماشية كويس، ده معناه إن أنا رجعت لsquare zero. it's always أنا الصح كده. باتحسّن، أنا ما دام دماغي أنا بقى لي مثلًا قد إيه بافكّر negatively about it I need double the amount in positive عشان to balance it out. أوكي، طب وإمتى اللحظة اللي بدأتِ تستعيدي فيها ثقتِك بنفسِك، وتبُصّي لنفسِك ولجسمِك ولعلاقتِك بالأكل نظرة صحية؟ بعد إيه والّا كان وقت قد إيه يعني؟ احكي لي عن الوقت ده. بُصّي أنا I think I almost fell into the same trap مثلًا around فرحي. this was سَنة ونُص مثلًا of recovering journey وبدأت بقى اللي هو الفستان وهاعمل إيه وكده وفرحي ساعتها بدأت تاني الأفكار تيجي. but then I decided بقى اللي هو ماشي أنت الموضوع شكله سهل أوي إن هو يرجع، فأنا محتاجة بقى أبقى extreme الناحية التانية مركّزة ما أكونش اللي هو سايبة الدنيا تاخدني كده وخلاص يعني. فساعتها بقى بدأت أjournal تاني كتير أوي. وjournaling was my self help يعني اللي هو أنا بس عايزة أقول الthoughts اللي في بالي دي. أحطّها في ورقة عشان أطلّعها من نفسيّتي. بالضبط. فده الوقت يعني وقت بقى فرحي is when I saw life of اللي هو مش مشاكل يا جماعة خلاص ما إمم. كل الناس مبسوطة أهي والدنيا جميلة وإحنا أصلًا في الكورونا وحالتنا حالة، فاللي هو يعني مش لازم نضيق أكتر يعني. طيب الshift بتاع الeating disorder ده غيّر في سلمى إيه؟ shift الeating disorder غيّر فيّا how I see my career, how I see my impact, how I see myself, how I see كل الناس. mainly في الcareer wise عشان هي خلِّت عندي نظرة humanitarian أكتر بكتير أوي towards الsports and the more I see and meet people the more I see أصلًا ممكن يبقى حد اللي هو في رياضة وشاطر جدًا وكده، بس محطوط عليه pressure فهو أصلًا عنده eating disorder بس مش ممكن تلاقي واحدة أصلًا عادية جدًا ولا رياضية ولا أي حاجة وعندها الeating disorder مستخبي. I realized إن the human side of people في layers كتيرة أوي أكتر من اللي إحنا بنشوفه من برّه، وده خلّاني أطيب عامةً وأنا بapproach كل حاجة في الحياة. يعني أنا كنت قبل كده اللي هو سلمى اللي بتخش براسها. دلوقتي باخش برجليّا واحدة، واحدة كده أيوه. واحدة، واحدة كده عشان أنا أخش. شُفت ده فيكِ، يعني آه، شُفته على أكيد مدار أنتِ السنين إن الtransformation ده شُفته فيكِ أوي يعني. لأ، ما هو أنا في الrecovery كنت يعني قفلت حياتي. أنا لمّا أيوه لسه وقّفت عايزة أسألِك، أنا هل المرض ده أثّر على علاقتِك بالناس اللي حواليكِ؟ بُصّي، أنا لمّا قررت أrecover ولمّا حصل الCovid أنا I paused my life completely. أنا قررت إن أنا عشان أحل الموضوع ده، بس ده طبعًا غباء منّي شوية برضه يعني، اللي هو أنا هاقطع مع كل الناس، هاسيب شغلي، هاوقّف كل الصداقات اللي في حياتي. هانيا بس الوحيدة اللي كانت في حياتي ساعتها، كانت دي هي حقيقة. مش عارفة تعمل إيه في السباحة في الCovid وأنا مش عارفة أعمل إيه في عندنا حياتي حوارات. عامةً، كنا مجتمعين على الحتّة دي. بس
بس I paused كل حاجة في حياتي وغيّرت حياتي 180 درجة. أنا اللي هو كل صحابي ما بقوش صحابي ساعتها وأخدت الموضوع بشكل عنيف شوية، بس it was for me إن أنا كنت محتاجة go through this journey the really hard way عشان أطلع الناحية التانية منها، اللي هو عرفت ساعتها قد إيه الموضوع ده كان فارم كل حاجة تانية في حياتي. يعني هي كانت كل حاجة، كانت علاقاتي the way أنا باتعامل مع البني آدمين، هرموناتي طبعًا كانت بايظة، فأنا كنت ممكن أبقى لذيذة مع حد في يوم، تاني يوم مش عايزة أتكلم معاه. يعني برضه الموضوع كان intense جدًا يعني. كان لأ، في حِتَت جوّاه أوي، يعني بتروح في حِتَت بعيد، يعني مش بس on the surface. الموضوع كان مأثّر عليكِ نفسيًا تمامًا، كان مخلّيكِ واحدة مش أنتِ. 100% وبيخلّيكِ كمان عايشة double life أوي، اللي هو أنا من برّه أنا لذيذة أوي معاكم ومن جوّه أنا متبهدلة. فthis double life أصلًا puts you in a lot of stress، أنتِ ما بتبقيش عارفة أعمل إيه يعني. وقت بقى الrecovery أنا وقّفت كل حاجة، عملت pause كده، استفدت بالCovid وI paused كل حاجة. وit was the first time for me to slow down and to understand أنا باعمل إيه وكل حاجة، والناس بتبقى متكوّنة من إيه وعارفة existential بقى crisis. ف غيّرت حياتِك خالص. بس this is my side of things بقى لمّا مثلًا جينا نعمل the mind space بعدها. لأ، ما أنا لسه هاوصل للحتّة دي. ماشي. أنا بس دلوقتي لو حد بيمُر باللي أنتِ مرّيتِ بيه، آه. تقولي له إيه؟ آمم باضحك أوي عشان ما فيش حاجة اسمها تبطيل يا هانيا فاكرة الإفيه ده. بس ضحك أوي إن هي كان اسمها هانيا برضه. بس there is always a way to recover and there's always a way to come back to food and enjoy your food time. إحنا بطبيعتنا أصلًا كائنات الفرحة بتاعتنا إن إحنا نروح ناكل في حتة، يعني ما عندناش حاجة مش تانية عارفة أنا نعملها أوي الموضوع في بالنسبة لي إيه. هنطلب إيه بالليل عشان ده قعدة يوم الخميس. يعني هي الحياة أيوه. بتدور حوالين برضه الsocial eating والحتة دي. صح. الحتة دي when you have an eating disorder بتتشال من حياتِك كمان، فبتبقيش عارفة enjoy the little things in life يعني. ف I just think in the awareness is مهمة أوي. I think more people are aware دلوقتي بقى، عشان كده في intuitive eating وبلاش restrictions والكلام ده كله طلع عشان اكتشفوا قد إيه ناس عندها eating disorders متأثّرة ومش قايلة أو مش عارفة. فاللي هو طب إحنا we have to reverse the way we're thinking، وبقى في بقى body positivity وكل الكلام ده. but that doesn't mean إن المرض ده ما بقاش موجود. هو المرض لسه كبير أوي، 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 طبعًا، أوي. طبعًا. فلو حد بيمُر بده just reach out for help. وno shame. zero shame. أيوه، دي باحس إن دي أهم حاجة. zero يعني shame. باحس إن على المرض فكرة بيجيب shame، بس there is no shame in admitting إن في مشكلة. خالص. وبعدين على فكرة هو الrecovery بيحصل مع دكتور نفساني أصلًا، فهو هيبقى مش بيقول لحد أيوه، مش هيبقى صح، فرحان إن هو عنده client الفلاني مثلًا. صح. it's still it's as bad as any addiction. it's even worse than أي addiction ولازم يتعالج عشان بيأثّر على كل حاجة في الحياة. بيأثّر على كل حاجة في الحياة. ومين يقدر يعيش من غير أكل يعني. صح. طَب النهارده بعد 5 سنين من الرحلة الصعبة اللي أنتِ عِشتيها مع الأكل، الtriggers النهارده بتتعاملي معاها إزاي؟ عشان أي حد بيمُر بتجربة صعبة بيتعافى منها، الtriggers للأسف بتفضل موجودة بlevels معيّنة. النهارده بتتعاملي مع الtriggers دي إزاي؟ بعد وقت كتير أوي my mindset shifted in how I see myself. أنا باشوف نفسي إزاي خلاص. يعني قبل كده كانت الtrigger دي ممكن تخلّيني أشوف نفسي قد كده. دلوقتي الtrigger دي ما بقتش بتأثّر في أنا باشوف نفسي إزاي. صح. بس ده عشان بعد شغل شغل كتير أوي، كتير. أوي، أوي، أوي. بس الtriggers بتتعامل معاها إزاي عشان هيفضلوا موجودين في المطلق. هو reminders of the good side of you. the reminder of الحاجة الأحسن اللي أنت وصلت لها. هي الjournaling is the reflection أوي في المواضيع دي. فبتبدأ تشوف نفسك from another point of view. reflecting is always اللي هو I'm not this I'm this. أنا مش اللي كان ده، أنا ده. صح. فالtriggers على طول دلوقتي بتفكّرني بالreflection ده of اللي هو this is just a trigger of my past. This is not who I am today. صح. I live with them and I enjoy them and I just go eat
chocolate instead. تحفة. I love it. سلمى thank you for sharing your story. في الحتة دي أنا عارفة إن أنتِ بتتكلميش في الموضوع كتير، Yes. بس يعني أنا متأكدة إنِّك هتأثّري في ناس كتير أوي. خلّينا بقى نروح لshifts كتير أوي حصلت في حياتِك. أنتِ سِبتِ شغلِك في 2020 إمم. وقررتِ تبني concept جديد تمامًا. إمم. إيه كان الدافع إن أنتِ تبني concept مش موجود في الmarket؟ يعني كنتِ عايزة توصلي لإيه؟ احكي ماشي. لنا عن الconcept. أنا مش هاقول هو إيه، أنتِ بقى عيشي حياتِك. The mind space بقى. عملنا the mind space اللي هو بنسميه your third home. وفكرته إن إحنا 2 جايين من حتتين misfits شوية أو كل حد جاي منين. علي جاي من الcorporate life أوي وDJ وnight life وكده، وأنا جاية من الرياضة اللي معدية through eating disorder، فعايزة بقى تغيّر ده أوي، أوي. وعايزة تعملي impact positive في الدنيا عامةً، يعني ده بالضبط. كان حاسة إن ده كان الدافع بتاعِك في الوقت ده. بالضبط. فاجتمعنا بقى على حتّة اللي هو طَب إزاي إن إحنا نجيب الإنسان الطبيعي العادي اللي هو مش عايز حاجة أوي في الحياة، ونقول له إيه ده، بُص أنت ممكن تبقى معاك tools لذيذة تخلّيك مبسوط أكتر في حياتك، satisfied أكتر في حياتك، fulfilled أكتر في حياتك، مش أكتر حد فورمة، أكتر حد mentally تحفة، أكتر حد ناجح في شغله. عادي. مش بنبيع أكتر أي حاجة خالص. إحنا بنبيع بنبيع العادي. الإنسان الطبيعي اللي نِفْسه يبقى عنده غير مكان شغله وغير بيته مكان تالت that they just feel إن هُم I can be myself. I can ألعب رياضة بشكل لذيذ مش بحزق معيّن، أعمل activities كتير، أقابل ناس لذيذة، أقعد أصلًا أشتغل، أعمل أي حاجة. this is بقى the concept that we created اللي هو مش gym، مش مكان رياضة، بس مش أي حاجة. it's your third home. صح. just come and طيب be والنهارده وخلاص. إحنا بقى لنا 4 سنين Mindspace is operating، صح؟ 4 والّا 3؟ يعني كان الأول المكان mind. نفسه سنتين. لأ بس لأ أنا باتكلم من آه. أول ما بدأنا الmind gym. إمم. من النهارده بقى لنا 4 سنين. yes. نفسِك تشوفي Mindspace يوصل لإيه؟ Mindspace is because it's very special. I think we can go global. إن شاء الله. بس ما أعرفش بقى، غالبًا يونس وعيالنا هُم اللي هيودوه global عشان أنا خلاص جِبت آخري. لأ بس بجد it's a beautiful concept. يعني مش باقول عليه beautiful عشان أنا اللي عاملاه مع علي وكده، بس اللي هو بجد لأ أنا بجد عارفة والله يعني. it's different and it's دي حقيقة. عارفة يعني أكتر حاجة باحسها إيه يا سلمى؟ it's genuine. آه. يعني very genuine. هو هو إحنا إحنا. هو أيوه. إحنا. أيوه. يعني هو أنا وعلي بنطلّع فكرة وبنقعد ها، ها، ها عليها شوية وبعدين بنعملها. أيوه، يعني أيوه. هو أنا باقول ده لِك الmind it's very space. genuine. أيوه. ف it's ever evolving into this برضه وبنبقى عايزين اللي هو دايمًا الناس تحس اللي هو ده حاجة طالعة من، لو هانيا عايزة نستعد تعمل حاجة في الmind space ممكن تعملها حتى عادي. لو ما لهاش علاقة بالرياضة، أنتم كده عادي. أي حد آه، بيخش يجيب آه، آه. فكرة يالّا نعملها يا أيوه جماعة. طبعًا إحنا بنعمل حفلات الساعة 7:00 ص عادي. إحنا ما عندناش أي حاجات مشكلة. أصلًا يعني هو وراكِ آه، أصلًا في العالم. آه، آه. طيب ده كان one of the biggest shifts إن أنتِ to create mind space وتبقي مسؤولة عن business كامل لوحدِك. قعدتِ في الshift ده كتير أوي والحمد لله نجحتِ وقومتِ، وبقى من الحاجات اللي في مصر ليها اسم وعلامة كبيرة جدًا. حصل لِك بقى الshift الخطير اللي جاب لنا أحلى حاجة في حياتنا، إن أنتِ بقيتِ من 7 أو 8 شهور، صح؟ 8. أيوه من 8 شهور بقيتِ احكي لي بقى عن الshift بتاع الأمومة، وإزاي أنتِ كسِت ناجحة جدًا عندِك حاجة عملتيها بنفسِك، تعبتِ فيها، حطيتِ فيها كل الpassion بتاعِك، قادرة تكوني خطيرة. وأنا شايفة قد إيه أنتِ خطيرة، بتحاولي ما شاء الله تعملي كل حاجة، تلعبي الرياضة وتروحي البطولات وتعملي كل الحاجات دي، وتبقي عندِك الbusiness model ده. يعني أنا وأنتِ بتتكلمي كده حاسة إن إحنا حياتنا كلها شيفتات عامةً. إحنا عِشنا في الشيفتات. والله. بس I think this is where life is beautiful يعني الصراحة. أنا عارفة I just drifted بس shifts لأ make براحتك. life so beautiful. أيوه. أنا باحس الحياة هي عبارة عن shifts. يعني طبعًا. إحنا بنكبر بفكر إن إحنا لازم نروح المدرسة، نروح الجامعة، نشتغل. عمرنا ما بنفكر إن في حاجة اسمها shift ممكن يحصل لنا. صح. you hit a certain age ودي حياتك. shifts بقى في كل الpersonal life والwork life والfamily وكل صح. حاجة. you just go through shifts. أنا عارفة بقى إن أنتِ عِشتِ الحياة كلها كده.
عِشتِ كل الحياة حياة. كلّها through shift. كل حياة through shifts يعني واحنا بنتكلم I'm reflecting اصلا اللي هو واو يعني هو اصلا امتى ما حصلش shift عشان بس لا، بس لأ shift بجد. الأمومة is ده مش shift بقى ده شقلباظ احكي لي، احكي لي. لا يعني your life خلاص بتبقى ما بتبقاش انت محور الحياة anymore هو في حد تاني هو محور الحياة وانت بتجري جنبه بقى او وراه او عشانه هو أصلًا بيفتح عينه يالّا بقى حققي لي أحلامي. هو نايم وحياتك نايمنا برضه يعني ايه بس أيوه امبارح وإحنا بنتكلم يا سلمى ابعتي لي الأسئلة، استني يا لهوي ده يونس صحي اقفلي. لا يعني يعني بيسنن بقى دلوقتي ف moms of 8 months old are you okay are we all okay لا الأمومة is a beautiful shift it's a complete change in life بس it gives your life a lot of purpose a lot of motivation a lot of يعني perspective خلاص الحياة بتختلف يعني كنت لسه باضحك باقول أنا كنت باعيا قبل كده لوحدي دلوقتي أنا باعيا بالبيت كله حد جاله جرثومة البيت كله عِيا it's not you anymore it's which is can do I miss it yes sometimes I miss اللي هو أتمرن وقت ما أنا عايزة وأشتغل وقت ما أنا أشرب عايزة قهوة. وأنا نازلة أشرب قهوة مع هانيا دلوقتي إحنا بقى لنا شهر بنحاول ننزل نشرب قهوة life is different because you're not the priority anytime anymore في حد بقى priority أكتر بس الحد ده بيخليكي by default عايزة تبقي أحسن بكتير أجمد بكتير أنا عايزة أثبت له إن أمه جامدة عادي يعني ممكن فأنا بقى باعمل حاجات مجانين دلوقتي عشان أنا عايزة أفضل in touch with the things that make me who I am it's very easy إن تبقى اللي هو خلاص أنا هابقى certified mom أيوه. وتقفل لأن كتر ألف خيرك أصلا ده هو أيوه طبعًا. اليوم خلص يعني أنا أيوه طبعًا. عشان تشتغلي ولا تران بيزنس ولا اللي بيعملوا أي حاجة أصلا بعيالهم دول يستاهلوا وسام شرف يعني أيوه والأم برضه اللي مش قادرة تعمل حاجة ما عندهاش وقت هي أم برضه خطيرة. طبعا ما احنا يعني يعني امهاتنا ربونا على اللي هو كانت بس بس. وما لحقتش تعمل اي حاجه تانية في يا حياتها برضو حبايبي بجد. فيعني بس عشان الامومه بجد هي full time job طبعًا. full time job و it takes a big toll on your mental health يعني mental وphysical وكل حاجه أيوه يعني طبعًا، طبعًا. هي مجهود بس يعني هي مجهود من غير recovery ما صح، فيش recovery صح. واللي هو وما فيش reward يعني لحظي، يعني هي غير أي حاجة تانية في الحياة. لا انت أنتِ بتستني بقى البيبي يضحك لي ضحكه ضحك لي كده لأ الله باتكلم على مدار السنين، يعني أنتِ طبعا وأنتِ أم بتتعبي بس ما بتاخديش أي حاجة في المقابل، لحد أمّا عيالِك يكبروا بقى ويعني you but make you because proud you والحاجات don't دي بس يعني الصراحة يا هنوشة you don't wait for a صح، reward صح. يعني there's I'm giving قوي to someone that is a part of me صح، يعني هو ده صح. أنا أصلا بس في جزء مختلف صح. ففكرة اللي هو ابني أنا دي it makes sense أيوه، لأن أيوه. هو ما كنتش بفهمها قبل كده يعني اللي هو أهالينا اللي هو انتوا بتأفوروا قوي وكده بس هم لا هم مش بيأفوروا خالص أيوه هو فعلًا. دي حقيقة هو احنا جزء من أهلنا صح. فهم بيبقوا عايزين يعملوا لنا كل حاجة يقدروا يعملوها عشان كأنهم بيعملوه لنفسهم عادي. unconditional love من نوع تاني بجد، طبعًا، يعني ما حدش طبعًا. بيفهم يعني إيه unconditional love لحد ما يgo through it، طبعًا. بس هو حُب كده مش موجود في الحياة، آه. يعني حُب الأم ده أي أم أنا دايمًا باقول كده، أي أم عظيمة بجد. لأ، لأ، عظيمة. أنا أصلًا بجد عارفة في حاجة كده كنت قريتها اللي هو I used to never see moms أنا ما كنتش باخد بالي من الأمهات until I became one لمّا بقيت بقيت أي أم معدية جنبي عايزة أحضنها. أيوه. ماشية بstroller يا حبيبتي أنتِ كويسة، اللي هو عادي على فكرة ما هي أيوه، كويسة أيوه. أهي ماشية قدامِك، بس خلاص you see them أوي، أوي، أوي اللي هو and you appreciate them أوي عشان you know إن هي أصلًا تبقى نازلة من البيت ده مجهود، طبعًا، إن طبعًا. هي أصلًا تبقى مسرّحة شعرها ده حاجة برافو جدًا، لأ أمهات في حتّة عظماء. تانية. طب وشِفت الأمومة ده غيّر فيكِ إيه؟ يعني إيه كانت حاجة فيكِ وأنتِ سلمى من غير يونس بقت فيكِ لمّا سلمى بقى معاها يونس؟ I don't take things for granted anymore أوكي. آمم
things as in اللي هو أصلًا my time أوكي. يعني بقيت بvalue الوقت جدًا، بvalue إن أنا ما عنديش مساحة تضييع وقت، ما عنديش مساحة أقول لأ لو أنا ما اتمرنتش دلوقتي إن أنا هالحق أتمرن بعد شوية، يعني أيوه. كل حاجة خلاص بقيت بappreciate الوقت أوي عامةً، بappreciate الfamily and friends a lot more عشان اللي هو عارفة إن أنا لمّا هاكلمِك عشان نتقابل this is quality time هو مش taking it for رفاهية. granted أيوه. anymore خلاص، يعني ما بقاش في الحتّة دي فيّا خالص، ماشي. بقيت appreciative level. completely أيوه. آه، طب سلمى، إيه حلمِك في الحياة؟ عارفة إن هو حاجة سؤال مفتوح أوي. سؤال كبير، أيوه. سؤال عظيم. أيوه، إيه حلمِك؟ سلمى غزاوي بتحلم بإيه؟ عمري ما فكّرت في في أنا عايزة أوصّل نفسي فين أكتر يعني أنا I unravel things as I go باحس الصراحة this is short answer يعني أنا مش عارفة أنا حياتي هتخلص إمتى و firm believer of مش عايزة أحلم لبعيد أوي عشان أنا ما أعرفش أنا هاعيش قد إيه فمش بابقى اللي هو أنا نِفْسي ما عنديش الحتّة بتاعة نِفْسي دايمًا أعمل أكتر، أنا بقيت مبسوطة أنا فين وعايزة أعيش دلوقتي حالًا مع ابني ومع شغلي ومع عيلتي ومع صحابي مش فارق لي أوي كمان 10 سنين هنبقى فين دي. يا أنا بُصّي ما ينفعش ما أيوه، ينفعش تعملي كده. أنا عارفة، بس life is short and we know it فإحنا عارفين إن يعني بالعكس مهم أبقى دلوقتي كويسة، مهم أبقى دلوقتي مبسوطة، مهم دلوقتي أبقى علاقتي مثلًا مع ربنا كويسة، عشان نفسنا كلنا نروح الجنة مثلًا، يعني ده الend goal على فكرة، مش بالضبط. أبقى فين في في الحياة. الحياة. طيب أنتِ اشتغلتِ من وأنتِ صغيرة أوي، إمم. ومرّيتِ بتجارب كتير أوي، أوي، أوي. إيه أكتر حاجة اتعلمتيها في ال10 سنين الأخيرة في حياتِك؟ لو سلمى النهارده اللي عندها 18 سنة قاعدة قدّام سلمى اللي عندها 29 سنة، تقول لها إيه؟ تقول لها الدنيا ما بتُقفش على حد ولا على حاجة ولا على أي حاجة خالص، الدنيا بتجري جدًا، 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 وإحنا كلنا كده في العجلة دي. الحاجة اللي أنتِ فاكراها at 18 غير اللي أنتِ فاكراها at 25 غير اللي أنتِ فاكراها وأنتِ داخلة على ال30 غير بعد كده أكيد يعني أنا برضه كنت want it all do it all kind of girl still am شوية بس صغّرت أوي where do I want it all and where do I do it all فاللي هو كانت كده أوي بقت كده أوي. نِفْسِك لمّا يونس يكبر يقول أنا مامتي إيه؟ جامدة موت، موت عشان PG-13 هنا. لأ، يعني نِفْسي يونس يبقى دايمًا شايفني مش قدوة بقى والجو ده، بس the image of how he should be doing life. فأنا دايمًا عايزة أورّي له حجم أهمية العيلة، وحجم أهمية الرياضة، وأهمية الحاجات اللي أنا عارفة واتربيت عليها إن هي دي الحاجات المهمة، عايزة أعزّزها فيه أوي، وعايزة أورّي له إن إحنا بنعمل ده في حياتنا، مش إن أنا مثلًا ما بالعبش رياضة بس باودّيه تمارين، ما إمم. أنت يعني حرام برضه. فهي نِفْسي يبقى شايف دايمًا how should I live life and always know الbigger picture أصلًا اللي إحنا بنعيش عشانها وكده دي فين، لإن دي حاجة مهمة أوي في حياتنا صح. أنا وعلي يعني الحمد لله متفقين عليها. الحمد لله أهم حاجة تبقوا يعني متفقين. هو الدنيا قد دي كده أصلًا في الآخر إيه، مكان. قد كده يعني، فمش مشكلة. أيوه. ف بس ويبقى فخور يعني إن هو يعني أنا مثلًا سايبة له دلوقتي إن هو عنده 8 شهور أنا جريت 2 half marathons فأنا عايزاه يبقى مثلًا أنتِ عارفة أنا لسه كنت بافكر في الموضوع ده، إمم. كنت لسه لمّا شُفت الvlog اللي أنتِ حاطاه عمّالة أقول بجد بقى إن شاء الله لمّا يونس كده يبقى عنده 10 سنين ونورّيه الحاجات دي، يعني أنا ده اللي أنا مستنياه، ده اللي أنا عايزاه. يعني دي حتّة بتعزّز حتّة جوايا أنا كده اللي هو أنا جامدة أوي، اللي هو بس يعني بس it's honestly just me trying to be أحسن حاجة ممكن أعملها أيوه. وأحسن آمم
physically mentally كل حاجة I'm trying to be somewhere good عشان أعرف برضه أدّي ابني this good energy صح. عشان لمّا أنا مش باخلّي بالي من نَفْسي وما باعملش الحاجات اللي أنا نِفْسي أعملها ده بيreflect على how I'm treating him and علي and everyone في البيت وكده، فاللي هو it's very important إن سلمى تبقى دايمًا بتحقق حاجات وبتعمل حاجات ومسحولة في حاجات وكده عشان تبقى عارفة تدّينا وتعمل لنا صح. ده، فالbalance ده عندي اللي هو مش سيبوني أريّح مثلًا، لأ أيوه، سيبوني أيوه. أروح أتمرّن أنا كده هاعمل لكم كل هابقى حاجة. أتمرّن بس أنزل أجري ساعة ونُص وهابقى كويسة ما تقلقوش. هاجري على الحيطان. لأ سلومة I'm so proud of you. يعني أنا أول مرّة أسمع القصة كده، يعني أنا طبعًا عارفاها بس أول مرّة أسمعها بالdetails دي. فخورة بيكِ جدًا. يعني أنا كنت عارفاكِ في الوقت ده، وأنتِ شخصية عالمية وقوية ومؤثرة في حياة أي حد شُفتيه. يعني أي حد سلمى كانت في حياته أثّرتِ فيه positively، ولسه كمان هتأثّري في ناس كتير جدًا، جدًا، جدًا. مش قادرة أستنى لمّا يونس يكبر ونحكي له كل الإنجازات الخطيرة دي بجد، ويبقى معانا هنا في Shift Happens. قفلنا على الشيفت في الحضانة. لأ والله I'm so proud of you. I'm so grateful for you and علي. أنتم عيلتي وأهلي، وأنتم سبب إن حاجات كتير أوي حصلت في حياتي. فتhank you for being here وthank you for being you. I love you. I love you too. Thank you for having me. Shift happens يا جماعة دي our baby هنوشة مشروع بقى له baby 9 سنين مشروع بقى له actually 4 سنين بنتكلم فيه بس عملناه بعد 3 سنين الحمد لله. ف I love shift happens. I love هندوشة. I love you سلمى. Thank you. Thank you.